اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى خليه نحل حلوه، مش هنحط فيها جبن. هنعملها هنحشيها شوكولاته بطريقه ان شاء الله تعجبكم. هنا معايا 6 كوبايات دقيق انا نخلاهم. تمام. هحط عليهم بقى 4 معالق كبار كده مليانين كاكاو، او 4.5 يعني حسب اللون ما هيجي معايا وهيبقى مظبوط كده. 3. هنبدأ بالأربعة الأول، وهحط كمان 5 معالق سكر. احنا قلنا ايه دول؟ 6 كوبايات دقيق نخلاهم، هنحط 5 سكر. 1 2 5 اهو. وهحط 2 كبار خميرة فورية. ادي 1 ادي 2. لو هتجيبوا بالاكياس ده سايبه، انا جايبه باكو كبير على بعضه، بحطه صراحه ببطرمان بينفعني قوي. لو هتجيبوا بواكي حطوا 2. وهحط هنا يعني واخده حاجه بسيطه خالص من باكو باودر ده، هحط بقيته يعني معلقه كبيره. بس كده دي المكونات مبدئيا. هقلبها بقى كلها ببعضها. الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم قوي، بتبقى طعمها جميل حلو. 4 معالق كاكاو. الكاكاو ده اللي هو الكاكاو الاسباني، احلى ويعني انجح كاكاو في المخبوزات او في صوص الشوكولاته هو الكاكاو الاسباني. يعني تروحوا عند العطار او المكان اللي بتجيبوا منه او مستلزمات الحلواني، بتقولوا له كاكاو اسباني. حلو اللون ده قوي، مش هغمق اكتر من كده. بس كده. هبتدي بقى انزل بنص كوبايه زيت ذره عباد اللي يريحكم، المهم زيت نضيف ما يكونش ليه اي ريحه. وهحط كمان بقى مكان الزيت هنا هحط كوبايه لبن دافيه مش بارده، لان احنا كده ايه هنعجن. كوبايه لبن، وهحط حوالي يعني كوبايه ميه برضو، او كوبايه الا حاجه بسيطه دافيه برضو. يبقى كوبايه لبن كوبايه ميه اهي، كله بنفس الكوبايه. انتوا عارفين انا ما بحبش ابهدل المواعين كتير. هبتدي بقى هعجنها بقى كويس كده ببعضها. حسيتوا بقى العجينه في ايدكم يابسه قوي مثلا، اصل مش كل الدقيق زي بعضه، زودوا حبه لبن صغيرين. حسيتوها محتاجه معلقه دقيق حطوا لها براحتكم. هعجنها بقى كده كويس. العجينه دي بتحتاج تخمر، لان طبعا هي فيها خميره فوريه. هي بصراحه محتاجه كده معلقتين لبن هحطهم لها. انا كنت مدفيه يعني كوبايه وحاجه بسيطه كده. العجينه بتاعتي عجنتها، جبت حته سمنه صغيره، سمنه او زيت بقى براحتكم. هدهن وشها كده، همسكها كلها بقى كده اغلفها بالسمنه عشان وشها ما ينشفش. وهسيبها هقلبها على الناحيه التانية، وهسيبها بقى تخمر. هغطيها كويس. العجينه طريه وجميله، شايفين؟ بصوا شكلها عامل ازاي كده. انا غلفتها من فوق ومن تحت اهي بالسمنه. هحطها بقى في البوله تاني، وهسيبها بقى كده تخمر. هغطيها بقى بالاسترتش. هغطيها كويس عشان تخمر. هسيبها حوالي ساعه طبعا لان الجو برد. ان شاء الله يكون خمرت. لو في صيف بتخمر بسرعه. بس هسيبها كده بقى على جنب كده تخمر، وبعد كده نشتغل مع بعض. بصوا حبايبي كده فات ساعه ما شاء الله اختمرت اهي. شايفين جمالها؟
هبتدي اشيل بقى من عليها الاسترتش كده. بصوا هنبتدي بقى نشتغل فيها مع بعض. هنا جبت صينيه بقى كده، هبتدي بقى اخد منها كور صغيره كده قد حجم الليمونه كده كده اهو بالظبط. هبتدي اكورها بقى كلها، كلها تكون حجم واحد. هحاول اسوي الكور كلها كده مقاس واحد عشان لما نحطها في الصينيه جنب بعض تبقى كلها مقاس واحد. شايفين؟ هعمل واحده كمان معاكم، امسكها كده نفس المقاس اهي كده. خلاص كورت العجينه بتاعتي كلها. هنا جبت بقى سمنه هدهن بيها الصينيه بتاعتي كده. هدهنها دهان كويس، مش هحط فيها دقيق ولا حاجه، بس هدهن بقى الجوانب بتاعتها كده. هلفها كلها كده بالسمنه. خلية النحل بالوصفه دي او بالطريقه دي بتبقى حلوه قوي. بس كده هبتدي بقى هنا. جبت هنا بقى للحشوه شوكولاته سما، قطعتها قطع صغيره كده، وهمسك بقى كل واحده من الكور دي. طبعا الكوره مجرد ما بعملها بتخمر تاني. هحطها في الصينيه الصغيره دي وهفردها كده واخدها كده على ايدي. هحط بقى مكعبايه من الشوكولاته، بس مش هنكتر قوي، هنحط المكعبايه صغيره عشان ما تخرجش بره العجينه مننا وتبهدل الدنيا. وهقفلها كده كويس اهي. وهبتدي بقى ارص في الصينيه بتاعتي واحده جنب واحده برضو كده اهي. شايفين شكلها؟ وهحط فيها مكعبايه من الشوكولاته. شايفين؟ جنبها كلها كده جنب بعضها بقى كده بالمنظر ده. كده خلية النحل بتاعتي خلصت، فات شويه حطيتهم في الصينيه الصغننه دي جنبيها. هدخلها بقى الفرن وما تطلع نشوفها مع بعض. كده خلية النحل بتاعتي طلعت من الفرن. جبت هنا قطعه صغيره خالص زبده، هنزل بقى كده عليها. هي هتسيح من السخونيه طبعا، هتديها لمعه بقى وتديها غناوه جميله قوي. هسيبها كده تسيح على البخار. وهحط على الصغيره كمان. شايفين بقى جمالها؟ ومش قادره اقول لكم بقى معلقه الزبده او قطعتين الزبده دول بيفرقوا جدا. هي لسه سخنه طبعا، بس هحاول اقطع منها كده معاكم. روعه وهشه جدا جدا جدا. شايفين جمالها وشكلها؟ هنا بقى هنزل معايا صوص شوكولاته، ده بقى للي حابب واللي عايز يحط يعني براحته. هندخل كده الصينيه. شايفين جمالها؟ معايا هنا بقى صوص شوكولاته، حابه بقى انزل بيه كده على الوش براحتي خالص. اللي عايز اللي مش عايز براحته. شايفين الجمال؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.